سلام البنات، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس، تلقاكم فيديو تاعي وانتم في أحسن حال. أنا راني لاباس الحمد لله، مع الشتا والبرودة والأجواء الشتوية. شكون اللي يحب الشتا كيما أنا؟ قولولي. تلقوني ديما مع الإبداع ومع الجديد. المهم راني نهدر معاكم ومام طون درت لكم شويه من لقطات تاع روتيني اليومي، روتيني العادي. واليوم جيتكم بفيديو جديده لجميع وحده تعبانه من الداخل، ماشي من برا، ماشي جسديا، داخليا. الفيديو هذا اللي كنتي بالك تكوني تعبتي من العطاء، من سوء الفهم، ولا من محاولة انك تكوني ديما قوية. اليوم ما جيتش نعلمك ولا نقول لك واش ديري واش ما ديريش، جيت نهضر معاك كيما اختك الكبيرة، فاهمة ومريت بنفس الطريق. خليك معايا وكملي الفيديو، بالك تسمعي كلمة تحتاجيها اليوم. وإذا وصلتي لهنا على الأغلب راكي تكوني تعبانة، ماشي من الخدمة وماشي من الناس، تعبانة من نفسك. بالك تعبانة خاطر ديما تحاولي تكوني مليحة، تكوني فاهمة، وتكوني لازم شغل ديما لازم تكوني صابرة وقوية. بصح من الداخل كاين واحد الصوت يقولك وأنا شكون اللي يهتم بيا. اليوم ما جيتش نجوجيك ولا نلومك ولا نقولك وين راكي غلطة، جيت نحكي معاك كيما صاحبتك، نحكي لك على حاجة ما علموهالناش، واللي هي حب الذات. حب الذات ماشي اللي نشوفه في الانستغرام ولا لا. حب الذات ماشي تقولي انا نحب روحي وانتي في الحقيقة انك تعيشي على حساب نفسك. حبيت نقولك انه حب الذات ماشي كلام حلو تقوليه لنفسك برك، لا. حب الذات هو سلوك، هو أسلوب حياة تعيشيه مع نفسك. حب الذات معناها أنك تسمعي لتعبك، تعترفي بحدودك، وما تكذبيش على روحك باش تباني مليحة. بزاف منا تربينا على واحد الفكرة خطيرة، أنه المرأة لازم تعطي حتى تتعب، حتى تفرغ، باش يقولوا لها شاطرة، باش يصفقوا عليها، باش يقولوا لها كي ناجحة. ما قالولناش بلي الشطارة هذه تدمرك تدمير بطيء. كيفاش نفقدوا حب الذات؟ نفقدوه بالتدريج ماشي فجأة. تفقديه كي تبكي على كلمة وجعاتك، ولا تسكتي على كلمة وجعاتك، كي تقولي بلي شغل تقولي ايه وانتي اوفون حابة تقولي لا. كي تبقاي في علاقة خاطر تخافي تبقاي وحدك. تفقديه كي تقارني روحك بنساء الاخرين. باك واش راح يصرى مع الوقت؟ تولي ما تعرفيش واش تحبي واش ما تحبيش، واش تستاهلي. انا شخصيا قعدت مدة نعيش هكذا، نحط الناس قبل نفسي. المهم ما كاش اللي يزعف مني، بصح على بالك واش صرالي، زعفت روحي وما كاش حتى واحد حس بيا، واولتها انا. حبيبتي خليني نكون صريحة معاك، المرأة اللي ما تحبش روحها تدخل علاقات توسل فيها على أبسط حقوقها، وتتوسل على الحد الأدنى من حقوقها، ماشي خاطر باسكو ضعيفة، باسكو خاطر عطشانة للاهتمام، عطشانة لكلمة حلوة، وعطشانة للأمان. وهنايا يبان الفرق. المرأة اللي تحب روحها تقول هذا ما يناسبنيش وتروح،
أما اللي ما تحبش روحها تقول بالك يتبدل، بالك أنا راني غلطة، تزيد تحط أعذار وتقنع روحها بيهم. حب الذات يخليك ما تبريش قلة الاحترام، وما تحوليش الوجعة تاعك لحكاية رومانسية، وما تكسريش روحك باش تبقاي. خلينا نهضروا على كلمة تخوف بزاف نساء. الكلمة هذه هي الحدود. الحدود ماشي قسوة، الحدود وضوح. كي تقولي ما يعجبنيش هذا الأسلوب، نحتاج وقت، ما نقدرش، هذه ماشي معناتها أنك رفضتي الشخص، لا لا، معناتها راكي احترمتي نفسك. وعلى بالك حاجة، على بالك باللي اللي يحبك صح يرتاح للوضوح، أما اللي يتقلق هذا أكبر دليل أنه كان مستفيد من صبرك. شوفي نقول لك حاجة، حب الذات ما يرجعش في نهار وليلة، يرجع بخطوات صغيرة. يرجع كي تحبسي ما تعاقبي روحك على الماضي، تسمحي لنفسك تغلطي نورمال، وتختاري نفسك هي لو كان مرة واحدة في يومك. بار اكزامبل تقعدي تريحي بلا ما ديري والو، بلا ما تحسي بالتأنيب ضمير، ولا ما ترديش على اتصال ما كيش حابة تهدري معاه ما تهدريش، ما كيش حابة تريبوندي على ميساج ما تريبونديش، ولا تسمعي لمشاعرك واش راكي حاسة درك، شغل تعطي وقت لنفسك وتشوفي واش راكي حاسة درك، واش راكي حابة تحسي. هذوما السلوكات الصغار اللي يجيبوا السلوكات الكبار. حبيبتي خليني نقول لك كلمة من القلب، انتي ما كيش ناقصة، برك تعبانة، خاطر عطيتي أكثر من لازم. حب الذات ماشي أنك تبدلي لشخص واحد آخر، لا لا، حب الذات هو أنك ترجعي لنفسك. إذا حسيتي روحك في هذا الكلام كتبي لي تعليقات، شغل كتبي لي تعليق نختار نفسي، وأنا نوعدك من هذا المنبر أنه مانيش رايحة نطلب منك أنك تكوني قوية ولا نطلب منك حاجة واحدة أخرى، رايحة نطلب منك حاجة واحدة برك، أنك تكوني صادقة مع روحك. وهذه هي، هذا وش كان عندي النهار اليوم. إذا عجبكم الفيديو ديري لي لايك باش تحفزيني نزيدكم أكثر وأكثر، وإذا مازال ما اشتركتيش في القناة فضلا وليس أمرا انضمي معنا لقناتي وقناتكم وخليكم على خير، ومع السلامة.